السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. يا هلا. النهارده عايز أدوقكم برفيوم جامد أوي، هتدوق مناخيرك طبعا. عايز تعرف إيه هو؟ هو برفيوم بوز ذا سنت من دار أزياء هوجو. دار أزياء هوجو بص طبعا مشهور جدا بالأزياء بتاعتها الرجالي أكتر من الحريمي. معانا في البرفيوم النهارده يجمع ما بين الثقة بالنفس واللامبالاة. بيدخل معانا برفيوم يصنف ان هو اروماتيكي خشبي شرقي سبايسي. التوابل الحاره اللي فيه يبدا بتوابل حاره، وبعد كده بيخش على عمق الجلد. الجلد طبعا بيخلي ريحه البرفيوم حاجه فيها ذكوره لا تقاوم. برفيوم يعتبر سكسي. تجربه النهارده تستحق فعلا انت تجربها، وان هي تجربه لا تنسى. بص يا سنت، النهارده معانا المكونات بتاعته. النوتة العليا بتاعته عندنا الزنجبيل، طبعا توابل حارة وجديدة. معانا اليوسفي، معانا البرجموت. طبعا بيبدأ بنفحة حمضية منعشة جدا. النوتة الوسطية بتاعته أو قلب العطر معانا عندنا فاكهة المالينيكا، دي فاكهة استوائية. طعمها لذيذ جدا، بيدي على مثلا فراولة على شوكولاتة. الطعم بتاعها كده فراولة على شوكولاتة. طبعا المالينيكا دي مثيره جنسيا. معانا طبعا الخزامه اللي هو اللافندر معانا في الوسط بتاعه. القاعده معانا الجلد. طبعا الجلد ده يعني مغناطيس الذكوره، مغناطيس الذكوره. ومعانا نوتات خشبيه. برفيوم بوستا سنت لما تيجي تستخدمه لازم يرجعك ذكريات ورا، لازم ليه ذكريات معاك. البرفيوم ده على طول ليه حنين للماضي. بنخش معانا طبعا في تركيبته بتخليه برفيوم طويل الامد. مناسب هو بيقولوا عليه في الوصف بتاعه من الشركه بتاعته ان هو شتوي. انا شايف ان هو حمضي يبقى صيفي، يعني شايفه مناسب لفصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف اكتر من الشتاء. البرفيوم ده تاثيره قوي بشكل انت مش هتندم عليه، عشان هو فعلا يثير الحواس. من انتاج دار عطور او دار ازياء هوجو بوس. عام 2015. البرفيوم ثباته جيد وفوحانه متوسط. متوسط دي مش حاجه وحشه، متوسط دي يعني اللي بيشموا اللي حوالين منك، مش منتشر جدا، بس ثباته عالي جدا. طبعا دار العطور بتاعته غنيه عن التعريف. واما انا مسكت لك الازازه في الاول وقلت لك شركتي وعملت لك كده، تعرف ان دي شركه ايه؟ شركه لوزي. طيب دلوقتي احنا بقى عايزين ايه؟ نركب البرفيوم ده. هنركبه ازاي؟ طبعا انت بتجيب الازازه بتاعتك 50 مللي او 100 مللي، بنقوم جايين معبين فيها. طبعا البرفيوم ده عشان فوحانه متوسط لازم يكون فيه تركيز عالي. بنوصل فيه للتركيز بتاعنا اللي هو يا ريت 34%. 34% جميل جدا، هيخليه معاك حاجه ما حصلتش جدا. مع الكحول اللي هو 96 اقل حاجه، 99 ونص او 8 من 10، بنضيف له 2 جرام ميه اذا استخدمنا مثبتاتنا وحركاتنا وتكاتنا. موضوع جميل جدا. برفيوم النهارده مميز ومش معروف كتير، يعني ما فيش حد بيستخدمه كتير جدا في المجال بتاعنا. طبعا كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بشكركم وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.